النهارده هنعمل مع بعض محشي ورق العنب باللحمه. عارفه ان في ناس كتير هتقول ان احنا مش بيظبط معانا وفي الاخر برضو ما بنعرفش نلفه. النهارده جيت لكم بكل تكاته وتفاصيله، هيطلع معاكي في الاخر خطير. كمان بقى جيت لكم بطريقه تلفوا بيها ورق العنب علشان في الاخر يطلع الشكل معاكم معمول باحترافيه، وكمان الطعم كل اللي هيجربه هيدوب من جماله. يلا نبدأ، بس الأول مع دودو. كلنا متعودين إن أكلتنا دي ما بتحلاش إلا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم أكلتنا. أول حاجة معايا حلة على النار فيها زيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبعد كده ننزل عليهم ب2 بصلاية كبيرة كده متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. نقلب الكلام ده لعند لما لونها يحمر معانا زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللون اللي انا محتاجاه. وبعد كده انزل عليهم بقى بفلفل رومي احمر واخضر متقطعين بالشكل ده، ولما ياخدوا تشويحة مع بعض ابدأ بقى انزل عليهم بمعلقة كبيرة من التوم المفروم. نقلب الكلام ده تقليبة واحدة لان احنا هنا مش عايزينه يقعد وقت كبير على النار. وبعد كده انزل بعصير الطماطم، وبعد كده ندي بقى الكلام ده تقليبة مع بعض علشان تتسبك كويس قوي معانا. وبعد بقى لما بتبدأ تغلي بنوطي عليها النار، بس في المرحلة دي كده هنحط التوابل. عندنا معلقة صغيرة من كل حاجة هقولها، عندنا بابريكا، كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح. ننزلهم بقى على الصلصة ونقلب الكلام ده كويس قوي. وانا هنا مش محتاجة بهارات اكتر من كده علشان في الاخر يطلع طعم المحشي حلو قوي، وده بيكون شكلها بعد لما بتتسبك وبتشرب ميتها معانا. واول بقى ما توصل للقوام ده بالظبط نبدأ ان احنا نقفل عليها النار ونسيبها على جنب لعند لما نجهز الحاجات الباقية. عندي هنا خضرة، كزبرة وبقدونس وشبت، ومعايا ورق عنب، ومعايا رز مصري عادي جدا، والبصل، بس البصل هنا هنتبله نفس التوابل اللي كنا حطيناها من شوية على صلصة الطماطم. معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الأسود والكزبرة والملح، بس في الخطوة دي مش هنحط بابريكا. نقلب بقى الكلام ده كويس قوي لعند ما كله يختلط مع بعضه، والحركة دي بتخلي طعم المحشي في الآخر نتيجته نفسها هايلة. ننزل بقى بيها على الرز، وبعد كده نقلب الكلام ده كويس، وهي دي البهارات اللي هحتاجها في المحشي من أوله لآخره. وبعد كده هنزل بالخضرة اللي عندنا، والخضرة هنا لازم يكون كميتها كبيرة شوية زي ما انتوا شايفين كده، بتدي طعم للمحشي حلو قوي. وبعد كده برضو نقلب الكلام ده كويس جدا بقى. وبعد لما نقلبه كويس نبدأ ننزل عليه بقى بصلصة الطماطم اللي احنا عملناها من شوية. ننزل بقى بالصلصة كلها ونبدأ نقلب الكلام ده كويس جدا لحد لما كله يختلط مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انزل عليها بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، ودي بتديها طعم حلو قوي ومزازة كده، فبصراحة ما تستغنوش عن الخطوة دي في المحشي. ولو مش متوفرة نقدر ان احنا نستغنى عنها، بس وجودها بتدي فرق حلو قوي. وده بيكون شكلها. نبدأ بقى ان احنا نحشي ورق العنب، والطريقة دي تنفع لأي بنوتة لسه متجوزة جديد ونفسها تلفه حلو قوي، او لأي حد لسه كده مبتدئ يتعلم الطبخ، فبصراحة دي هتفيده جدا وهتبقى سهلة عليه وهيخلص كمية كبيرة قوي في وقت قليل قوي. برضه نفرد الورقة على العروق اللي فوق، بنفردها على الظهر الخشن، بعد كده نضيف فوقها معلقة صغيرة من الرز ده، ونقفل الورقة بالشكل ده من الجنب او نطبقها بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نلف اول لفة بس. وطبعا احنا حاطينها فوق كيس، فهنبدأ ان احنا نحط الكيس ده وبأي حاجة مدورة زي كده نشد وبس كده، وبيطلع في الاخر معانا احلى صابع محشي ممكن تجربوه. لفته مظبوطة جدا، وبصراحة سهل جدا لأي حد مبتدئ لسه. يعني دي طريقة لو ما بتعرفيش تلفيه بإيدك، لكن أنا طريقتي الأساسية إن أنا بلفها بإيدي. أنا زي ما قلت بنحطها على الظهر الخشن بالشكل ده علشان في الآخر يطلع الناحية الناعمة اللي أي حد يشوفها، عشان في الآخر برضو يطلع شكلها حلو قوي. نحط الرز جواها ونطبق الجناب بالشكل ده علشان في الآخر تطلع متساوية جدا. ونبدأ ان احنا نتني اول تانية والتنايات الباقية هنعملها بالكيس. وكمان واحنا بنلفه لازم نضغط عليه كويس بالحاجة اللي حطيناها فوقه، ما نخرجش الرز اللي جواه ده. زي ما انتوا شايفين هنا الطريقة سهلة جدا، طبعا اي حد يقدر ان هو يعملها. وحاولت ان انا اعيدها لكم كذا مرة قدامكم مش مرة واحدة علشان في الاخر يديكوا الشكل اللي انتوا عايزينه. الطريقة سهلة جدا، وكمان لما بتتعودي عليها بتبدأي ان انت تعمليها بسرعة جدا. ممكن اول واحدة تلاقي فيها صعوبة، بس الباقي هيبقى سهل جدا بالنسبة لك، هتخلصي كمية كبيرة قوي في وقت قليل جدا. متأكدة ان الطريقة دي هتنقذك لو نفسك تعملي كمية كبيرة في وقت قليل. وهوريكوا برضو دلوقتي ازاي ان انت تعمليها بايدك بأسهل طريقة برضو
عشان اكون وريتكم الطريقتين، عشان اللي يعجبكم او اللي يريحكم اعملوه، علشان الاتنين متأكدة انه هيطلع معاكم في الاخر زي الفل. ممكن على فكرة واحنا بنعمل الخطوة دي من غير الكيس نطبق كده بالشكل ده، وبدل ما بنلف بالكيس نلف واحنا كده بايدينا كده، هيطلع برضو حلو قوي، بس برضو نضغط عليها ضغطة صغيرة علشان في الاخر ما يفكش منك ويطلع الشكل مظبوط جدا. ولو وصلت لعندي هنا بقى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نكمل بقى الكمية كلها ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. وزي ما قلت انا عايزة اعملها لكم كذا مرة علشان الطريقة تثبت معاكم وتطلع في الاخر حلوة جدا ومظبوطة، فان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم من اول مرة، ويطلع شكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده ومظبوط جدا. وزي ما قلت ان انا هعمل لكم واحد بايدي، برضو مسكته كده في ايدي ونزلت برضو معلقة صغيرة من الخليط ده، وبنفس النظام طبقته من على الجنب وبدأت ان انا الف، وطول ما انا بلف بضغط عليه علشان في الاخر يطلع مظبوط وما يفكش مني بسهولة، وبكون هو ده شكله، بيكون شكله حلو قوي، وهي دي الطريقة اللي انا معتمداها. وده بيكون بعد لما خلصنا الكمية. عندنا بقى في الحلة اللي هنرص فيها هنحط تحت بصل وطماطم وفلفل، ده بيدي طعم حلو قوي ومش بيخلي المحشي يلزق معانا. وبعد كده بدأت ان انا انزل اللحمة، واللحمة دي انا سلقاها وعملتها لكم قدامكم قبل كده كذا مرة، تقدروا ان انتوا ترجعوا تشوفوا الفيديوهات تاني. وبعد لما رصينا اللحمة نبدأ نرص المحشي زي ما انتوا شايفين كده، وانا بدأت ارص بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. اللفة بتاعته حلوة جدا، يقدر اي حد يعملها، وعملناه النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وفي الاخر بجد الطعم يجنن. انتوا شايفين اصلا شكلها من دلوقتي يفتح النفس، اما بالكوا بقى لما تستوي وكله تمام وكله ياخد من طعم بعض، والليمون اللي لسه هنحطه وكل حاجة هنحطها فيها. متأكدة انك هتطلعي بعد الفيديو ده هتعمليها بطريقة احترافية جدا. نبدأ بقى نرفعها على النار بعد لما خلصنا كل كمية المحشي اللي عندنا، ننزل عليها بليمونتين كبار عصرينهم كويس، لو عندنا الليمون كبير نحط ليمونية واحدة كفاية. وننزل بقى عليه بالشوربة اللي كنا سلقنا دلوقتي فيها اللحمة، وعايزة الشوربة هنا توصل لأول بداية الرصة الأخيرة، بس مش تغطيها علشان في الآخر يطلع الرز مستوي جدا ومفلفل من جوه ومش معجن. فلازم نوصل الشوربة لآخر رصة بس مش نطلعها فوق، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده الشوربة وصلت لآخر الرصة بس مش طلعت فوق. نغطي عليها لعند لما المية دي بتتبخر ونوطي بقى، نسيبها لعند لما بتستوي، وده بيكون شكله بجد خطير. نقدمه بقى وبألف هنا وشفا. متأكدة انه هيعجبكم جدا، وهستناكم تجربوه وترجعوا تقولوا لي رأيكم فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.